من أجل أن يصل بعيدا جماهير الفريق والنتائج السلبية التي طبعا قدمها الفريق. ولا لدينا محاولة أردنية ولكن في الأخير عادت لنادي الجزيرة انطلاقة سريعة وفرصة الهدف الأول يضيع. الجزيرة تنقل هذه الكرة في الطرف الأيمن، بعد ذلك محاولة ما زالت قائمة وتدخل هنا وركلة جزاء أردني. فراس على التنفيذ أمام مهند الخياري، فراس شلباية، فراس وهدف أول للجزيرة. يتقدم نادي الجزيرة بأول أهداف في هذا اللقاء. فراس شلباية هو من يسجل لنادي الجزيرة وكأنه على دربي ونفس الدربي يسير نادي الجزيرة لتحقيق انتصار كبير. هذا ما يتمناه ويريد أن يتناسى ما حدث في بطولة الدوري ليتألق ويتفنن ويتعملق هنا على صعيد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. فراس شلباية من الفرصة الثانية، لكن هذه المرة من علامة أمام فريق الشان يونايتد الفريق اللميانماري. لدينا هنا محاولة تصويبة تأتي والكرة إلى هنا. الحكم رأى محمد طنوس والتصويبة تأتي ولكن حارس انقولة وصلت لمحمد. مباريات في بطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة فريق الاتحاد السوري محمد غباش والتصويبة القوية لكن بعيد. أولا يمر محمود لديه الكرة في اليسار، عرضية عالية للجزيرة، الرأسية تأتي خطيرة قريبة. مرة أخرى في وسط الميدان، ممتازة الكرة والتمريرة، فرصة خطيرة للجزيرة والثاني جول العيساوي. كرة الأولى اعتلت العارضة ولكنه في الثانية أبى إلا أن يسجل بمتابعة بكرة وصلت إليه لن تكون نهايتها إلا الشباك. هكذا فعل أحمد وهكذا سجل العيساوي ليسجل نادي الجزيرة ثاني الأهداف في هذا اللقاء. ممتازة للجزيرة، كرة أردنية جميلة صدمت في القائم الأيمن، متابعة حاضرة، تصويبة أتت والهدف الثاني يسجل لمصلحة نادي الجزيرة. التعادل من دون أهداف في ذلك اللقاء. هنا تصويبة يمينية قوية لكنها فراس شلباية ممتازة، الكرة ما زالت والتصويبة تأتي. تمرير العطار يتقدم، فرصة خطيرة تأتي، العطار يمر من الأول لكن داخل منطقة الجزاء محاولة قائمة خطيرة هذه الكرة لكن في الأخير أصلت هذه الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية تأتي بهدف نظيف. بينما هنا الجزيرة كرة منقولة صدم هذه الكرة تصل إلى الجانب الأيمن، مرور وتقدم ممتاز. هنا فرصة للثالث تضيع. تدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة نادي الجزيرة. هنا التصويبة تأتي عبد الستار. وصلت هذه الكرة داخل منطقة الجزاء والتصدي من حارس المرمى على حمله في وسط الميدان لمصلحة نادي الاتحاد. فرصة ما زالت قائمة، التصويبة تأتي ولكن عن طريق محمد طنوس. ممتازة الكرة، ممتازة الكرة في اليسار، مرور بصورة جميلة